بسم الله الرحمن الرحيم. من سفارة المغرب مجموعة القلعة نيوز تقدم التعازي للشعب المغربي وإلى جلالة الملك محمد السادس وإلى السفارة المغربية بالأردن. يعني نقدم هذه التعزية، هذه فعلا كارثة. احنا كأردنيين وكشعب كلنا حزنانين على هذه المأساة، ونقدم أحر التعازي باسمي وباسم اخواني من مجموعة القلعة نيوز الى الشعب المغربي الشقيق، والفاتحة على ارواح الشهداء. طبعا احنا يعني ما جئنا الى هون الا بدافع قوي بعد ما شفنا يعني آلام الأردنيين يعني وهم يشاهدون هذا الزلزال. المغاربة هم أخوة أعزاء لنا، واستقرارهم هو من استقرارنا، لكن يعني للأسف هذا الزلزال المرعب قد أوقع يعني أكثر من 1000 ضحية و1000 قتيل و1000 جريح تقريبا. نعزي بكل مشاعر الحزن وبكل مشاعر الأخوة وبكل مشاعر العزاء هذا الشعب الكريم، هذا الشعب الطيب بوفاة هؤلاء الذي قدر الله وما شاء، الذي قدر الله وما شاء. واحنا كاعلاميين وصحفيين نقدم يعني حر العزاء للسفير المغربي الاخ والعزيز، واللي دائما ابوابه مفتوحه، ويعني وكل الشكر على هذا الاستقبال، وكل الشكر لهذه السفاره، وكل الشكر للاخوه الاعلاميين من برنامج القلعة أو من موقع القلعة شيخ على هذا الواجب، وشكرا جزيلا. نقدم حر التعازي للشعب المغربي الشقيق وإلى جلالة الملك، ونعزي أنفسنا نحن في الأردن كشعب وكقيادة، لأننا نعتبر المغاربة أخوة لنا، ونعزيهم وندعو لهم بالرحمة لمن فقد والشفاء العاجل للمرضى والجرحى بإذن الله، وشكرا لكم. ومساء إلى الأشقاء الأعزاء علينا دولة المغرب ومملكة المغرب الشقيقة، نقدم واجب العزاء بما حصل من الزلزال الآثم الذي أشعرت له أبدان جميع الأردنيين قيادة وشعبا وحكومة، فنقول لهم رحمة الله عليهم، واجب العزاء، وكلنا ألم بما حصل، فهذه قدرة الله عز وجل، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم وأحزن عزاءكم وأنعم عليكم بنعمة الأمان والاستقرار، وأبعد عنكم كل الكوارث وما يعيق حياتكم، وشكرا سعادة.